السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني. بصي، لو اول مرة بتشوفيني يعني اسمي ام هنا ودي قناتي. لو عجبك الفيديو اعملي لي لايك واشتركي لي في القناة فضلا وليس امر. بصوا النهارده هعمل لكم حاجة حلوة قوي، هعمل لكم بيتزا. احنا كان نفسنا فيها بصراحة، وانا قلت ايه هو يوم تغيير يعني للاولاد وكده، بدل ما نشتريها من بره. انا قلت قبل كده في فيديوهات كتير نعمل كل حاجة من بيتنا، اوفر واحسن وانضف. ان شاء الله باذن الله يا رب تعجبكم. بس بصوا ان انا يعني انا كان عندي ايه نص كيلو دقيق. نص كيلو دقيق حطيت عليه معلقتين زيت، معلقتين لبن بودرة، حطيت عليه شعراية سكر، شعراية ملح، وقلبت. وكيس خميرة. يبقى النص كيلو عليه ايه؟ عليه كيس خميرة ومعلقتين لبن بودرة. لو عندك ما عندكيش حطي كوباية زبادي، بس هاتي كيس لبن النيدو ايه اللي هو بيتباع عند العطار ده. خلاص تمام. يبقى معلقتين لبن بودرة، معلقة وكيس خميرة، نص معلقة ملح، ونص معلقة سكر. تمام خلاص كده على النص كيلو دقيق. ان شاء الله باذن الله. بص هو يعمل لي ما شاء الله بالزيتين كبار وهتشوفوهم دلوقتي. الميه بقى بصي على حسب العجينه ما هتبقى معاكي. تابعيني لغايه ما اعجن وشوفي ايه الخطوه بخطوه، يعني هتشوفي العجينه هتوصل معايا لايه. ماشي تمام. بس هي يا رب يعني يا ريت تكون ميه دافيه، ميه فتره يعني من حنفيه، ما تكونش ميه ساقعه، عشان برضو تخمر معانا بسرعه. احنا كده كده كنا يعني احنا في حر وهتخمر بسرعه ان شاء الله. بصوا احنا كنا اصلا عايزين ناكلها في وقتها، رحت حطها فوق الفرن بحيث ان هي تخمر بسرعه. بصوا انا هنا بصراحه ما عرفتش اعجن في الطبق صغير عليا. انا عايزه حاجه اقعد اتحكم في العجين. انا بصراحه بحب اعجن العجين كده على ايدي كده، اللي هو بحب اخد ودي معاه. طول ما انت بتعجني في العجينه اي معجونات او اي مخبوزات كويس هتطلع معاكي ناجحه. ما عجنتيهاش كويس مش هتطلع معاكي ناجحه. لازم تعجني كويس. بصي انا اقعد اعجن كده قيمه 10 دقايق، بس انا قطعت لكم كتير من الفيديو وسرعته لكم عشان برضو ما يطولش عليكم. خلاص تمام. بصوا انا هقعد اعجن فيها ازاي. هقعد اعجن فيها كتير كتير. الطبق مش هعرف اتحكم فيه. لو انت عندك عجانه اعجني فيها افضل واحسن، بس انا بصراحه بحب اعجن على ايدي اي حاجه. هتشوفوا. بصوا خلاص. هقعد اعجن بقى فيها كويس. بصوا انا بوريكم ملمسها ازاي، هي مش بتلزق اهي. بصوا انا حطيت لها قيمه، شفت المج اللي قدامي؟ انا حطيت لها مج وشويه كده، مش كتير يعني ميه. بصي طول ما انت بتعجني فيها هتطلع اللهم بارك زي العسل. هقعد اعجن فيها كويس لحد ما الاقيهاش بتلزق في ايدي، لا بتلزق قوي ولا هي ناشفه قوي. انا عايزاها برضو عجينه طريه تكون كويسه معايا كده طريه. بصوا انا بوريها لكم واهم حاجه معلقتين الزيت اللي انا حطيتهم. بصوا انا بحط بالمعيار اللي انا، عشان انا بعملها على طول عارفه انا بحط ايه. فبصوا انا كان عندي هنا جبنه رومي مبشوره، ودي كانت بسطرمه. برضو بنتي كانت مقطعها لي، وكانت مقطعها لي الجبنه رومي، كانت هي اللي بشرها لي، كانت واقفه تبشرها لي. وده موتزاريلا. ده طبعا ده انا كنت جايبه مايونيز وكنت جايبه كاتشب. يعني انا بجيبهم سايبين، مايونيز سايب وكاتشب سايب. فانا بجيبهم سايبين. فانا كده خلاص هقطع بص انا هنا معايا طماطميه واحده ومعايا قرنين فلفل اخضر. وخدت يعني نص فلفل الالوان انا بحطه في الفريزر. فخدت نص فلفلايه ونص فلفلايه، مش كتير، وحطيت برضو الباقي في الفريزر بحافظ عليه. اهم حاجه في الفريزر لما تجيبي فلفل الوان ما تحطوش بره، اصل حرام هو غالي هيبوظ معانا اذا كان في درج التلاجة او في التلاجة نفسها. فاحنا لو انت عايزه تقطعيه وتحطيه في الفريزر براحتك قطعيه، عايزه تحطيه كامل كل واحده بوحدتها كده حطيه. الافضل ليكي والاحسن ليكي حطيه. لو انت بقى بتشتغلي وموظفه وما عندكيش وقت فالافضل ان انت تقطعيه طلعي منه جاهز كده. بصوا دول قرنين فلفل حراق، عشان احنا البيتزا بتاعتنا كنا عايزينها حراقه. بصوا ده القطايه اللي كانت معايا طماطمايه. بس البيتزا بقى ما بتحبش اصلا ما ينفعش يعني ان انت تحطي طماطم بقلبها. لازم تشيلي قلب الطماطمايه عشان ما تنزلش الميه بتاعتها في قلب البيتزا وتطريها لنا. لا ما ينفعش، شيلي قلبها. بصوا الفلفل برضه انا قلت لكم نص ونص بقطعه اهو. بصوا اللي عايز يقطعه اللي هو الشرايح الطويله ده قطعوه، عايزين تقطعوا حتت صغيره برضه قطعوه، اللي يعجبكم اعملوه. بصوا بقى الطماطميه هنا انا بشيل قلبها ازاي. ده الفلفل الاحمر اللي انا كنت مقطعه. جيت لي الطماطميه. بصوا بوريها لكم خطوه بخطوه اللي هو برضه عشان ما نعملش حاجه غلط. بصوا انا العجينه كده خمرت.
بوريكم هي نجحت من ايه. بحط ايدي فيها لقيت صباعي غرز كده فيها، غرز. خلاص عرفت ان هي كده خمرت. بصوا انا هنا كنت ايه، كنت هقطعها على اتنين، على صينيتين. بصوا ما شاء الله انا كان عندي صينيه، اكبر صينيتين عندي يعني، كنت مطلعاهم للبيتزا. هو النص كيلو بيعمل بيتزايتين كبار، اللهم بارك. ويعمل لك 3 كمان على فكره لو انت بتحبيها ايه رقيقه او خفيفه. تمام. بصوا هنا حطيت ايه، سنه زيت. لازم انت عايزه تحطي دي حطي دي، بس انا بصراحه الافضل ليا زيت. بحط سنه زيت وايه، وبقوم مقلباها في الصينيه بالفرش، واخد العجينه. بصوا بقى اهم حاجه، العجينه لما تيجي تخلصيها وعايزاها تخمر تغطيها بشنطه، بشنطه باي فوطه عندك، بس الافضل شنطه عشان العجينه ما تلزقش فيها. بصوا هنا العجينه، اعرفي ان هي ناجحه من ايه، ان هي تتفرد معاكي بكل سهوله، ما تاخدش وقت في الفرد. اول ما تلاقيها اتفردت معاكي اعرفي ان العجينه بتاعتك ناجحه. لو لقيتيها بتلم معاكي جامد ومش عارفه انت تفرديها خالص، كده العجينه بتاعتك محتاجه ان هي تخمر. هي كده ما اختمرتش، بس هي كده قدامنا اهي زي العسل، اللهم بارك، اختمرت وجميله طالما اتفردت معايا بسرعه. ده انا كمان فردها على زيت، الزيت بيزحلق العجين، المفروض ان هي ما تتفردش معايا بسرعه، بس هي عشان اختمرت كويس. وانا رحت عامله لها تيست كده، اللي انا حطيت ان انا اعرف يعني ان هي ايه، ايدي فيها، حطيت ايدي فيها اعرف ان هي اختمرت ولا لا، لقيتها اختمرت. بصوا بقى اهم حاجه، اللي عايز يعملها بالشوكه كده يخرمها يخرمها. انا بصراحه بحب اخرمها ليه بقى، عشان ما تطلعش مكتومه من جوه، تطلع هشه وجميله. خرميها بالشوكه. بصوا بصراحه اللي قدامي ده كاتشب، انت عايزه تحطي عليه معلقه صلصه حطي. انا بصراحه الكاتشب ده بيسكرها كده، بحس ان هو مسكر البيتزا. حطي معلقه كاتشب، حطي شعريه مثلا زعتر ناشف كده، براحتك بقى اللي انت عايزه تعمليه اعمليه. بس انا ما كانش عندي لا صلصه ولا زعتر ناشف، فحط يعني عملت بالامكانيات اللي عندي، بالحاجات اللي عندي. بصوا هنا انا خلاص دهنتها كاتشب، هحط بس ايه شويه جبنه موتزاريلا في الارض. ليه احط جبنه موتزاريلا في الارض؟ عشان خاطر الحاجات اللي انا هحطها عليها دي تمسك فيها، اللي هو البسطرمه والفلفل الالوان والزيتون والفلافل وكده. تمام، تمسك فيها، انا عايزاها تمسك فيها. ده في خطوة تاني انتوا مش هتشوفوها، تابعيني لاخر الفيديو. هي كده ما خلصتش اصلا، هي كده لسه ما خلصتش، حتى لما ادخلها الفرن هي برضو ما خلصتش معايا. يلا لو بتتابعيني لغاية دلوقتي، صلي لي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، واكتبي لي تعليق حلو، واعملي لي اشتراك في القناة فضلا وليس امر. واهم حاجة اللايك اوعي تنسوا. بصوا خلاص انا هنا بايه، برص البسطرمه. اي حشو عندك حطيها، عندك فراخ حطي، كبايته مثلا عندك في التلاجة قطعيها وحطيها. عندك شويه لحمه مفرومه برضو كانوا فايدين عندك في التلاجة، كنت معصجاها للبشاميل، حطي. اي حشو عندك حطي براحتك. بصوا خلاص انا اهي بوريكم انا عملتها ازاي. مش هحط بقى جبنه موتزاريلا من فوق، لا انا كده هدخلها الفرن بقى. دي الخطوه الاولى. لسه بقى ايه الخطوه التانية، بقول لكم حطوا لي اللايك. بصوا بقى دي الايه، دي البيتزايه التانية، دي كانت بتاعت بنتي، قالت لي لا يا ماما انا اللي هعملها. قلت لها خدي. انا بحب اشاركها معايا عشان اعلمها انا بعمل ايه وكده، عشان عاوزه اعلمها اللي هو برضه اخليها تستفاد بحاجه. طول ما هي واقفه معايا في المطبخ هي بتبقى متشجعه، وانا ببقى مبسوطه ان انا بعلمها حاجه. بصوا انا هنا ايه فردت لها العجينه، عشان هي يعني ما كانش بس ايه قادره ان هي تفرد يعني، عشان لسه صغننه وكده. وبعد كده رحت ايه، رحت قلت لها اعمليها بالشوكه. انا بعلمها خطوه بخطوه بحيث ان هي ايه تعرف تعمل كل حاجه معايا. هي عمرها ما هتدخل طبعا المطبخ من غيري يعني، بس برضو يعني بحاول اشاركها معايا في ايه، في اي حاجه انا بعملها، بحيث ان هي بتبقى مبسوطه بتفرح، وانا ببقى فرحانه. بص انا ببص لها وانا فرحانه ازاي، فرحانه ان هي عايزه تتعلم حاجه. او انا بقى ايه لقيتها هنا يعني وهي بطيئه قوي، مش رحت قلت لها لا طب هاتي اكملها لك. هي كده خلصت البيتزايه بتاعتها. بصوا بقى البيتزايه بتاعتنا احنا عامله ازاي. خلاص انا كده بشوفها من تحت، لقيتها من تحت مديه السوى اللون الذهبي كده، والعجينه طريه وجميله، يعني عجينه ايه قطنيه كده. رحت قلت لها لا هي كده خلاص. حطيت بقى الجبنه الموتزاريلا، هدخلها مش هخليها تسيح، برضو هتشوفوها. ما تخليهاش تسيح ليه، عشان هي هتسيح، بس ما تخليهاش ان هي تاخد وش ذهبي. عارفه الوش الذهبي دي كده خلاص، المفروض ان الجبنه الموتزاريلا نشفت معاكي مش هتمط، فانت ما تديهاش الفرصه دي. خلاص انا هنا بحط لها الجبنه الرومي المبشوره. عندك شيدر حطي،
عندك موتزاريلا حطي، عندك ميكس جبن حطي، اللي عندك حطيه. بصوا هنا خلاص انا مديها بس ايه تاخد وش صغير قوي. بصوا هنا ما خليتهاش ان هي ايه وشها ينشف، لا انا عايزاها طريه. سموا الله وصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وقولوا لي تسلم ايدك يا مهنا. هي مش متعبه خالص والله. بصوا انا بوريكم من تحت هي عامله ازاي، كانت زي العسل والله العظيم تستاهل بقكم. بصوا انا بفضيها عامله ازاي، العجينه طريه ازاي معايا، مش ناشفه بقى ومش معجنه، كانت زي العسل. بصوا والله العظيم النص كيلو عمل لي 2 ما شاء الله كبار ازاي، ولا نشتري من بره ولا نكلف ولا اي حاجه. اهم حاجه نعملها في البيت، طول ما الحاجه بنعملها في البيت نظافتها يعني اللي هو ايه ضامنينها وكل حاجه ضامنينها بدل ما نشتري من بره. يلا يا حبايب قلبي حطوا لي اللايك واعملوا اشتراك في القناه. مع السلامه.